اوعى تكون فاكر انك انت جمعت فلوس وربنا مطلعك. انت ربنا اختارك. ناس كتير معاها فلوس، اللي ملقاش امكانيه، اللي وصل المطار ورجع على حاجه غلط، فربنا اختارك. انت رايح للرسول عليه الصلاه والسلام بتعمل حجه. كل واحد ينزل الحمام يجدد وضوءه وينوي العمره بتاعته. وانوي من اول ما انت تكون تحت عند الحمام هتلاقي المسجد. انوي لا قدر الله الطيار وهو طاير قال احنا فوق الميقات وانت نايم، لو انت نويت وانت في المسجد انت خلاص دخلت في صفه العمره والدنيا معاك تمام، عشان ما تلاقيش حتى لو نايم. انوي انتوا اول ما تعدوا الجوازات تنزل تصلي ركعتين وتجدد وضوءك. طبعا كل واحد مجرد ما ينوي عليك محظورات الاحرام، ليه 4 اركان ما ينفعش توقعوا منهم ركن. الركن الاول وهو الاحرام. ان شاء الله تنوي من هنا، من اول ما تحرم، من اول ما تنزل في مطار جده التلبيه سنه واجبه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. دخول اي مسجد بتخش برجلك اليمين، بعد كده بتقول دعاء دخول اي مسجد اللي هو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، اعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طبعا الدعاء ليه 3 حاجات. الحاجه الاولى ان انا احمد ربنا الاول واثني عليه. انا مش جاي يا رب اغفر لي يا رب سامحني، انا الاول لو داخل لحد بتقوم مش شيك ولابس وتقول له حضرتك ويا فندم، فانت تتادب مع ربنا في الدعاء. الاول تحمد ربنا وتثني عليه وتحمده على كل الرزق ان هو اصلا اختارك في المكان ده. انت هتبقى في مكان كان فيه الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه. انت وانت بتطوف فوقك بالظبط البيت المعمور، في 70,000 ملك بيطوف حواليك. يعني قال لك البيت المعمور ده لو سقط هيسقط فوق الكعبه مباشره. فتخيل بقى انت ما فيش احسن انك تحمد ربنا. تحمد ربنا لان الدعاء بالنيه. يعني انت وانت بتطوف نسيت تدعي حاجه وحد قايل لك والنبي ادعي لي، نسيت تدعي لابنك، دعائك كله استجاب. لان كل حاجه احنا بنقول ايه بالنيه، النيه يا تصلح حالك يا اما تضيع لك عملك. الرجاله ليهم سنتين، الاولى اللي هي الاتباع، بطلع كتف اليمين من الاحرام، تلاقي برضو المندوب هناك بيوري الرجاله ازاي يطلع كتف. السنه الثانيه الرمل اللي هي الاسراع في اول 3 اشواط، محدش يعملها وهتاخد اجرها كامل. هتعملها هتضايق غيرك وهتخبط غيرك، انت ضيعت، هتعمل مفسده، بدل ما تاخد ثواب خدت عقاب. سيب بقى مجهودك وسيب حاجتك. الناس مجرد ما بتخش المسجد تبقى داخل عندك امراض الدنيا. الاقي الناس بتجري والله 70 سنه و80 سنه، هو سابقنا واحنا وراه. ليه؟ طول ما انت جوه انت في امن ربنا، انت في مكان بيتنزل فيه الرحمات والمغفره، فانسى كل امراضك. انسى ان انا اجيب عربيه جولف فين، مين اللي هيزقني بكرسي، والله انوي بس خير. انت كده كده ربنا هيديك اجر العمره لما تعمل ال4 اركان. طب تعمل السنن ليه؟ عشان الم اخد 100%. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دي بقولها في بدايه كل شوط مره واحده. في دعاء تاني بقوله في بدايه كل شوط 3 مرات.